من برازيليا لطهران البوليزاريو تتحرق اخر ورقه وتتعلنها بلا ماسكات. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. داكشي اللي وقع راه ماشي زله، راه انتحار سياسي مباشر. البوليزاريو اللي كانت كتلعب دور حركه التحرر خرجت في برازيليا وعرات راسها قدام العالم كامل. هي مجرد تابع دليل لمحور ايران. المشهد كان بالنسبه لشي وحدين صادم، لكن راهم نفس الرايه ونفس المستنقع. في جامعات برازيليا الصوره كانت واضحه وما فيها حتى تاويل. عالم البوليزاريو وعالم ايران وفنزويلا وكوبا جنب الى جنب. واش هادو حلفاء ديال التحرر ولا نادي ديال الانظمه الفاشله والميليشيات؟ وداك احمد مولاي علي كيبتسم تحت رايه طهران. راه هادشي ماشي صوره عابره، هذا راه اعلان ولاء رسمي بلا قوه الدوران. سنين وهما كينكروا العلاقه ديالهم مع الحرس الثوري وحزب الله، واليوم خرجوا بهذا الشيء قدام الكاميرات. هذا التحول ماشي عفوي، كلشي ولا عارف ان البوليزاريو ولات مجرد اداه في مشروع ايراني باغي يخترق شمال افريقيا ويوصل للاطلسي. ما بقاتش قضيه، ولات خدمه عند محور معروف بالفوضى والدمار. لكننا رحنا شفنا الكونغرس الامريكي كيغلب مشاريع قانون باش يصنف البوليزاريو كتنظيم كبابي. هما مشاو داروا اكبر غلطه، رفعوا عالم ايران مع عالمهم بالعلالي. راه ماشي غير غرض، هادشي كيسالي واحد النقاش كامل. ما بقاتش تقارير استخبارات، ما بقاتش تحاليل، كاين غير صوره واضحه: تحالف مباشر مع ايران. واش مور هادشي باقي شي شك؟ هنا كنرجعوا نشوفوا الجزائر اللي تدعي الحياد هي اللي دافعه البوليزاريو لهاد الحفره. بهذا الحل السياسي اختارت اللعب مع الكبار بلا حسابات، ودخلت في محور غارق في العقوبات والصراعات. والنتيجه شنو غتكون؟ مخيمات تندوف ولات ورقه قابله للاحتراق في اي لحظه. اذا من هاد الشيء البوليزاريو دابا حسمات الاختيار، ماشي مع الشعوب، ماشي مع التحرر، بل مع ايران، الميليشيات والفوضى. اما المغرب ثابت وهادئ وخدام بالواقعيه، وخلى الاخرين يفضحوا راسهم بوحدهم. الصحراء راها مغربيه وواقع ما غيتبدلش. اما البوليزاريو فغرقت بين برازيليا وطهران بلا رجعه. تحياتي.